السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شهوة جديدة من شهوة ديليس إيما. كنتمنى تكونوا في أحسن حال وفي ظروف جيدة. أواشركم مبروكة وكل عام وأنتم بخير. الله يدخل علينا هذا العيد بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، وباش ما تمنيتو ويرفع علينا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء. الفيديو ديال اليوم ونزولا على طلباتكم وفي إطار حلويات العيد نقترح عليكم المعلكة بكاوكاو أو غريبة كاوكاو. كتجي لذيذه البنات ومعلكه بمعنى الكلمه. واهم حاجه ان شاء الله اللي نقدمها لكم اليوم انها غتكون ناجحه من اول تجربه، ونعطيكم جميع الاسرار ديالها خطوه بخطوه. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير ان شاء الله. اذا اللي كنتوا تشوفوا لاول مره القناه ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وايضا تشاركوا معايا في الانستغرام ديالي اللي هو عنده نفس اسم القناه ديليس ايما. اذا بلا ما نطول عليكم يلا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. اذا البنات غنبداو بمكونات. عندي نصف كيلو ديال الكاوكاو اللي صهدته في الفران، ماشي حمرته بزاف غير صهدته، النصف قشرته والنصف الاخر خليته. عندي خماره ديال 8 غرام خماره الحلويات. عندي جوج بيضات. عندي جوج معالق كبار ديال مربى المشماش. وعندي 100 غرام ديال السكر ثقيل، اي واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر ثقيل، عفوا سكر حبيبات. وعندي هنايا السكر ثقيل كميه ما نقدرش نقول لكم، يعني على حسب على حسب الغريبه. يعني سكر هذا سكر كلاصي سبيسيال، يكون ماشي العادي، يكون سبيسيال. صافي هنا البنات غناخد بالنسبه للطريقه غناخد هنايا الكاوكاو ديالي وغادي نبدا نطحنو مع سكر حبيبات حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. اذا البنات بعد ما طحنت الكاوكاو والسنيده تيجيو على هذا الشكل، غندير واحد قبيصه ديال الملحه. غادي نضيف ايضا خماره الحلويات ديال 8 غرام. غنخلط المكونات الناشفه وعاد نبدا نزيد عليها المكونات السائله اولا البيض والكونفيتور. نخلط على هذا الشكل كما تشوفوا معايا باش ينسجموا ليا جميع المكونات. هي راه تجي معلكه يعني في العجين ديالها. صافي البنات خليها ترتاح عاد نبدا نخدم بها. بعد ما ترتاحت ليا واحد شويه غنجيب هنايا شويه ديال الماء الزهر وغادي ندهن بها هكا يديا ونبدا ندير في كويرات. بالنسبه للكويرات الصغيورين البنات لا قدرتوا تعبروهم، يعني انا تنعبرهم صراحه غير اليوم حيت وليت عارفه القياس ديالهم ما عبرتهم. يعني غديروا في الوحده 20 غرام. 20 غرام غتجيكم مزيانه، غتجيكم متوسطه ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره. صافي غادي نبدا نكور هكا ونديرها في السكر كلاصي. كور وندير السكر كلاصي. صافي من بعد ما نكور واحد الكميه نبدا هكا نقرصها واحد شويه بيديا وندوزها في السكر كلاصي كما تشوفوا معايا. نعمرها بالسكر كلاصي ونحطها في واحد صفيحه الفرن واللي غلفتها بالبابي كويسون. من الافضل ديروا لا بابي كويسون باش ما تشج لكم، والا ديروا دهنوها بالزيت وترشوها بالدقيق. السمر حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. اذا البنات كما تشوفوا معايا بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي ديال غريبه كما تشوفوا معايا تبارك الله تتخرج كميه معقوله. دابا ندوز معكم للطهي. بالنسبه لبنات الفرن غتشعلوا الفرن على درجه حراره 170. غادي يسخن لكم مزيان يعني يكون سخون. غتدخلوا الطاوات ديالكم الفران غتشعلوا غتطفيو يعني الا كنتم مشعلين الحراره من الفوق لتحت غتشعلوا غير الفوق. بالنسبه للغريبه دائما تتبغي الحراره من الفوق، الا درتوا لها الحراره من التحت ما غتنجحش معكم. غتشعلوا لها من الفوق درجه حراره متوسطه. بالنسبه ديال الحراره ديال الفرن ديال الغاز غتشعلوا 180 درجه
وبالنسبه للفرن ديال الفرن ديال الكهرباء 180 درجه، فرن ديال الغاز متوسط الحراره. صافي غتدخلوا غتشعلوا عليها من الفوق، دوز 7 دقائق اولا 10 دقائق حتى ل 10 دقائق، غتطفيو عليها من الفوق وغتشعلوا عليها من التحت. كما تشوفوا معايا تبدا تشقق على هذا الشكل، غتطفيو وغتشعلوا عليها من التحت، غتخليوها ما بين 5 حتى 7 دقائق. صافي لا غير. غتكون اذا عندكم الغريبه واجده. من غتجبدوها من الفران البنات ما تقيسوهاش بيديكم نهائيا، لانها تكون باقه بحال خضراء، يعني بحال ما طايباش، ولكن هي راه طايبه. اون فوا تتبرد صافي عاد ديك الساعه حيدوها من الطاوه ديال الفران ديالكم. اذا البنات نتمنى انكم تستافدوا من هاد الفكره ديال او هاد لاستيوس ديال الفرن، لانها مهمه في الغريبه. اذا البنات كما تشوفوا معايا، من بعد ما خرجتها من الفران وحطيتها في صحن التقديم، تتجي البنات واحد الرائحه طالعه منها يا سلام. ما نقولش لكم على رائحه ديال الكاوكاو كي طالعه. كاوكاو راه البنات اولا الفول السوداني راه صراحه عنده فوائد عظيمه وكثيره صراحه. هو ما عطينوش حقه لان تيكون شويه رخيص على المكسرات الاخرين، ولكن هو فوائده اكثر من المكسرات الاخرين. يعني حتى بالنسبه لوليداتكم الا درتوا لهم بحال هذا الشكل ديال الحلوه، كونوا متاكدين انها بالنسبه لهم صحيه 100%. اذا البنات كما تشوفوا معايا انا حليت معكم وحده تتجي معلكه. خص يكون هذا هو الشكل ديال الطياب ديالها من التحت ومن الفوق كما تشوفوا معايا، ما تكونش قاصحه، تكون هكا معلكه. علاش نسميوها المعلكه؟ فنتمنى بحال ديما تعجبكم لا فيديو وتستافدوا منها، وما تنساوش تخليو ليا لايكاتكم اللي تشجعني بزاف وتعليقاتكم اللي تفرحني، وتشاركوا الوصفه مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. احبكم في الله، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.